اتفضل اتفضل يا شيخ. اتفضل اتكلم عن جوجل وما العذر بعدك يا جوجل؟ تفيض الفرات إذا تسأل إمام الأئمة رحم العطاء جزيل النوال لا تقبل وريحة بقى وعوام علي تتذكره اليوم. النسيان نعمة أحيانا، تنسى ما يؤذيك في ماضيك وفي حاضرك. لما بقى النسيان قد بعد ذهب الشباب ولم يعد، خلاص توكل على الله. الراجل بيقول ايه؟ المفروض يقول ايه على الشباب؟ ذهب الشباب حميدة أيامه لو كان أسعف بالمقام قليلا تشرب بس الساعة الجودة. ذهب الصبا محمودة أيامه. لا حاجات كده. يعني لو الشباب كان رجع تاني بيك يا مولانا كنت عملت ايه؟ اللهم إني أسألك ألا ترد علي شبابا. مش عايز الشباب يعني شباب إيه؟ إحنا كده أحسن كتير من يوم الشباب. يعني الشباب فترة اللهم رد إلينا نعمة صحة الشباب. ولكن الشباب لكن بداية ولا ترد إلينا جهالة الشباب. جهالة الشباب وأخطاء الشباب. قد يعيش الإنسان حياة طويلة يتندم على ما فات في شبابه أنه لم يكن على قدر سلوك حسن، ثم يندم على ذلك. وليت الندم وليت ساعة ندم، ماذا سيفيد الندم بعدما أراح؟ كنت أخشى الشيب حتى ذقت تلك المكرمات فإذا النور برأسي من ضياء حل ذلك. الله 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 نور مجال الله الله. وإذا مشي وإيدا من ثقيل العقلات وإذا الأفق السعيد صار نورا في حياتي. عش سعيدا يا فؤادي بينما يمضي وياتي. يعني خليك مهيص خلاص الدنيا حلوه، ما بعد الشيء احسن مما قبل. هو دي ترتيبات ربنا في خلقه احسن بكثير من افكارنا احنا ومن تصوراتنا. شيخ غزالي يقول لك كده، شيخ ابو حامد يقول لك ولم يكن للعالم صوره احسن من هذه التي هو عليها. تجيبها بقى شمال تجيبها من هي الصوره بكل ما فيها من شرور حتى لانها كلها ستنقضي وسينال اصحابها. بمناسبة الشيخ الشعراوي لو تتفرج عليه وهو صغير في السن تحس ان هو كبير في السن عن ما هو ما كان كبير، صح يا استاذنا؟ كان شكله يدل على انه كبير في السن واسمه نحيل جدا. ايوه كان وجهه يدل على انه عجوز. في حين انه كان ممكن في الثلاثينات اما كبر بسم الله ما شاء الله وبقى جميل وبقى مقبول وبقى صح. تصديقا لكلام مولانا امامنا الفاضل شيخنا الشيخ احمد وشيخنا الشيخ علي، الاثنين هيبصوا. حسبتني شيخا ولست بشيخ انما الشيخ من يدب دبيب. حسبتني شيخا ولست بشيخ انما الشيخ من يدب دبيب. يدب دبيب بالعصا والقدمين، يستند على عصا يقول لك الشيخ شيخان على قدمين. ايوه انما الشيخ شيخان، شيخ شيخه السن، شيخ شيخه العلم. سلام. احنا شيختنا الايام والعوام. في بقى عيال صغيرين بس او شيوخ في الايه المعرفه ده دلوقتي من نادي ولا منين اسمه فوزي كوناتي. ايه ده؟ سام كريم شاب عنده 30 سنه من سوريا. لا بس يا شيخ، شيخ معنى شيخ في النحو، لا شيخ معنى الكلمه. يعني هو صامم كتاب سيبويه اعلى حاجه في النحو ويتكلم في يعني المشكلات الكبرى. تسمع ما لم تسمع. سيبك من الكتب حتى ابن مالك وغيره ديت بيعتبر المتوسطين، هو جاي من بعد كده. حاجه يعني فعلا سوري
في واحده اسمها شاهد او سوريا قويه في اللغه. وكتاب بتاع شيخ الغلياني اللي هو اسمه جامع الدروس العربيه. الكتاب ده اصلا كان شيخ الغلياني كان عامل مرحله ثانويه، وهو مرجع رائع والله. مره حد طلب كتاب، بس هو كان بقاله زمان توقف عن القراءه، فطلب كتاب سيدنا احمد كده، فاديته الكتاب ده قال لي مش منه ولا كلمه. قلت له احنا كتبنا مع ضمن مرحله ثانويه، بس هو حاجه متينه يعني ايه، مرحله ثانويه من 100 سنه. فهو السوريين معروف. يتحدثون الفصحى في التلفاز. لا حلو وين، لكن كان لي زملاء في تدريس في المدرسه، في المدرسه العربيه السوريه. لن اقول ان هم كانوا ضعاف المستوى، انما كانوا متوسطي المستوى، لم يكونوا بالقدر اللي نسمع عن حب اللغه العربيه، ولكن كان منهم من هو فعلا يتذوق اللغه